السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من مطبخ سيسي. بصوا يا حبايبي كده، انا رحت السوق النهارده. بصوا جبت معايا ايه؟ كابوريا. جبت معايا كابوريا، طبعا هي حجمها كده في صغير وفي كبير. بتكون رخيصة يا حبايبي، يعني مثلا دي انا جايباها ب30 الكيلو، فكده سعر رخيص جدا يعني بالنسبة للكابوريا في اي حتة. في كبير وفي صغير، يعني الراجل عطالي كده من ده عليه ده زي ما انتم فاهمين. بصوا يا حبايبي انا لسه جايباها اهو. هبتدي احطها في طبق عادي واغسلها. هو طبعا الراجل بيكون غسلها 100 مره يعني، بس احنا لازم ايه، طبعا نغسلها غسله جامده كده بالميه كذا مره كده. هنزل عليها الميه نديها غسله كمان. نجيب مصفى كده يا حبايبي، بصوا يا حبايبي وهنصفي الكابوريا بالطريقه دي كده. خلاص يا حبايبي الكابوريا معانا كده اتصفت خالص. هنجيب حله هنفضي فيها الكابوريا. ركزوا بقى معايا. هنضيف ايه؟ بصله متقطعه شرايح او مكعبات، ومعاهم فصين توم. يعني انا ضفت دلوقتي البصله وحاطه معاهم ايه، فصين توم اهو. تمام. طماطمايه متقطعه شرايح برضه او مكعبات، وفلفلايه متقطعه شرايح او مكعبات. عايزه فلفل حراق او فلفل بارد براحتك. تمام. دي المكونات بتاعتنا. طيب ايه البهارات بتاعتنا؟ طبعا معلقه ملح اهي، معلقه كمون، اخر حاجه معلقه كزبره ناشفه. تمام. هي دي مكونات الكابوريا او التوابل بتاعت الكابوريا. الكابوريا ما بتحطش عليها حاجه تانية، او الاسماك عامه ما بيتحطش عليها غير كمون وكزبره ناشفه وملح. تمام. نبتدي بقى نقلب بطريقتنا بقى. انا بحب دايما اعمل كده كده كده. خلاص اتقلبوا في بعض. بصوا يا حبايبي بضيف عليهم زي كوبايه الا ربع ميه، يعني بالكتير قوي كوبايه ميه. انا كده حاطه كوبايه ميه ناقصه شويه. تمام. بس واغطي عليها ونحط الحله دي بقى على النار ونشوفها مع بعض بعد ما تطلع هتبقى عامله ازاي. استنوني. بصوا يا بنات، كده الكابوريا معايا على النار اهي. انا بس عايزه اوريكم، هي كده طبعا لسه ما استوتش. انا عايزه اقول لكم مش هتاخد معاكم 10 دقايق. بصوا لما بقلبها بقى، بصوا بحس اللي من تحت احمرت ازاي. هو ده بقى اللون اللي احنا عايزينه. اول ما نلاقيها كلها بقت باللون ده، بصوا انا بضيف بقى اللي تحت كده فوق عشان خاطر كلها تاخد اللون. انا عايزه اقول لكم يعني احنا الاسكندرانيه بناكل الكابوريا دي نيه، دي حقيقه، والجمبري. فعايزه اقول لكم بقى تخيلوا احنا بناكلها نيه، فمش هتاخد معانا في السوا 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، يعني اما نحس ان لونها احمر. فاحنا اول ما نحس كده نغطي عليها برضو ونقعد نقلبها كده كل شويه 10 دقايق بس ونطفي عليها. بصوا حبايبي كده كده خلاص الكابوريا خلصت معانا. بصوا عايزه اقول لكم ده يعني اقل من نص الكميه. الطبق ده اقل من نص الكميه. ودي طبعا الشوربه بتاعتها احنا بنحب كده نشربها في فناجين. تمام. يعني عايزه اقول لكم الصينيه دي كده انا هقعد كده اتسلى فيها كده. تمام. جربوا الطريقه بتاعتي واعتمدوها، وعايزه اسمع منكم دعوه حلوه. بجد 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 هتعجبكم جدا، والف هنا وشفا على قلبكم يا رب.